والناس كانت شاده على خالد بيبو، الناس كانت شاده على خالد بيبو عشان ما بيسيبش الدكه، وعايزينه يقوم بقى من على الدكه ويبتدي بقى يتكلم مع الحكم ويخش وكده. الجمهور شايف ان خالد القعده دي ما تنفعش، فهو قال له كده، انا اللي بقوله لحضراتكم هو اللي حصل. قال له سيف زاهر طلع كده اجتهد من نفسه وقال ايه بقى يعني، قال يعني هو بقى جاب الديب من ديله وقال ان دي تعليماتك انت للجهاز الفني، تعليماتك انت للجهاز الفني ان هو خالد بيبو ما يقومش. ضحك كولر وقال له طب ما والله سيف زاهر ده بيقول كلام محترم، انا بحكي لكم الحديث حرفي حرفي. قال له ايوه ما بيقول كلام كويس. قال له هو سالك؟ قال له لا. قال له طب مش عرفه ان انت قلت كده؟ قال له لان هي اساسا معلومه ما تغيبش على اي حد، انا بعد السنه الاولى في النادي الاهلي ليا وجهات نظر في حاجات ممكن تكون مختلفه، بس في دي بقى الامور كانت مختلفه في بعض الاوقات. قال له ازاي؟ قال له فاكر او مش كده يعني، عشان انا في امتى سامي قمصان واقف جنبي. قال له يعني ايه؟ قال له يعني في مره سامي قمصان قام كان بيوجه، اتكلمت معاه وقلت له سيستم طريقه. يا عم بلا سامي قمصان بلا سامي تيشيرتات. وبعدين انا اول مره اشوف في حياتي فرقه تتغلب ينتقد مدير الكوره، ده ايه الضحك ده؟ ده انا عندي خبر ان في لعيبه هتتعاقب ب50,000 جنيه غرامه، كل لعيب من الكابتن خالد بيبو مدير الكوره، لان هم كانوا بيجهزوا الاغنيه بتاعه الاحتفال زي سطلانه. يعني سطلانه ما عملت الترند بقت الظاهر تقليد في الاهلي، يعني في لعيبه الاهلي عايزين يعملوه، فكانوا مشغولين ايه هي الاغنيه اللي هيشغلوها وتعمل الترند المره دي بعد ما يحتفلوا بالكاس، وكانه الكاس محسوم. كرة القدم خصوصا البطولات اللي هي من جولة واحدة او من ماتش واحد ما فيهاش الحسابات دي. يعني ما حدش بيقول انا هعمل كذا عشان اطلع ترند، الترند ده بيجي كده بالصدفة، حاجة تشد الناس تبقى ترند. فكانوا مهمومين، يعني هم استهتارهم باتحاد العاصمة وصل للمرحلة دي. والانديه الكبيرة ما فيهاش كده، وخصوصا الاهلي ما فيهوش كده. بعض الناس اتكلمت على الكابتن سيد عبد الحفيظ وغيابه، ان الكابتن خالد بيبو ما اعرفش ايه، ما بيتحركش على الخط، ما راحش مسك في الحكم، طبعا كل دي ملهاش علاقه بشكل الفرقه واداء الكابتن خالد بيبو. على فكره ان التوجيه اللي مديه كولر لكل الناس ما حدش يقوم من على الدكه، هو بس اللي يتكلم ويقف على الخط. كولر بص لهم كده وشخط وقال لهم انا اللي حاطط الخطه وانا اللي هقول يلا. الشناوي كابتن نفسيا منزعج جدا من فكره ان هو اتوعد من النادي الاهلي ان هو هيمدد عقده، ده رقم واحد، وده ما حصلش. الشناوي عقده ينتهي بنهايه الموسم المقبل، يعني مش هيعدل مش هيمدد. لا الاثنين تعديل، الاثنين تعديل وتمديد. ما هو مد. لا ما انا هقول لك الكواليس. ماشي. هو اتوعد اللي هو هيتم تمديد عقده علشان يبقى هو خلاص استقر اللي هو موجود في النادي الاهلي. تاني حاجه هيتعدل عقده طبعا بعد زياده عقد حسين شحات، تجديد عقده وزياده المرتب. كان دلوقتي محمد الشناوي بعد ما كان اكتر واحد بيحصل على راتب داخل النادي الاهلي من اللعيبه المصريه، بقى هو خلاص بقى يعتبر الثالث او الرابع، يعني خلاص نزل فئه. فده تم وعده ان هو هيبقى اعلى لاعب مصري في داخل فريق الكوره. طبعا بعد التعاقد مع امام عاشور نفس الكلام، هو خد 15 مليون، فالشناوي بياخد 11 مليون و800. فلو لا ده حصل ولا ده حصل في الوقت نفسه، محمد الشناوي بيجي له عروض كتير جدا من الدوري السعودي والاهلي دايما بيرفض. فدلوقتي محمد الشناوي شايف ولا الاهلي بيوافق اللي هو يخرج ويستفاد ماديا، وفي نفس الوقت عقده لا الاهلي ما رفضش، الاهلي اداله فرصه ومهله اخر مره وقال له هات عقد واخرج، وربط علي لطفي ما رضاش يبيعه غير موقف الشناوي وادوا له 15 محمد ولا في اي مشاكل، ولا الشناوي بيتكلم على الموضوع وهيتعدل له عقده وهيتراضى، بس ده مش وقته يعني، ولا عمل خناقه مع امام عاشور. وانت يا ابني مش حاطط لايك على الفيديو ليه؟ انت يا زميلي اتاكد ان مدينا لايك متينا على الفيديو ومشترك في القناه، ويلا بينا نشوف عايز اوريك ايه. الفريق اللي هو متمثل في محمد الشناوي ممكن يروح يعنف لعيبه ايا كان بقى الاسم، كهربا، اي محمد عبد المنعم، وده بيحصل كتير لان هو اللعيب الاول اللي قدامه ايا كان. لكن الشناوي عنف امام عاشور، شايف ان هو اثر في المباراه دي، كان بالنسبه له بدايه مشواره مع الاهلي، كان ممكن الامور لو كان في مستواه كمان امام عاشور. وانا قلت لكم يمكن ان هو كمان ما لقاش الدعم من زمايله اللي ما كانوش في حالتهم الحقيقه، اللي حواليه كلهم. وبالتالي يعني الشناوي راح لامام عاشور وابتدى يعني يقول له يعني على المستوى الفني ما كانش
جيد. امام قال له ما حدش كلمني، انا فيا اللي مكفيني. ده النص يعني اللي اتقال بشكل من امام عاشور. وكان طبعا يعني ده بيحصل، انا من وجهة نظري ان ده بيحصل مع كل اللعيبه، فيهاش مشكله خالص. لكن في الاخر انا ككابتن فريق من حق ان انا اروح واقول للعيب انا شايفه ان هو لعيب كبير او لعيب كان ممكن يكسب الفريق، ان انت قصرت في حق الفريق النهارده. وده ممكن يكون حصل من الشناوي لامام عاشور. مصدرك ايه بقى؟ شركة فتراك بتاعت المربى. مصدر الخبر ده شركة اوبر، شركة هيئة النقل العام. يا جدعان ما كفايه هبد بقى، عايزين يوقعوا امام باي طريقه. شغل السرير امام في نادينا وان شاء الله باذن الله يتردد المصري ويكسر الدنيا. قال لك اصل اتخانق مع ني. المعلومه اللي عندي ان الاهلي عمل مع محمد الشناوي ما عملوش مع اي حد تاني خالص. قصه ان هو يقول لمحمد الشناوي احنا موقفين انتقال حارس تاني لحد ما نشوف موقفك انت ليه؟ عشان هو كان واخد وعد قبل كده بمجرد فوز الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا. دي معلومه الاكيد اللي عرض كبير جالك عرض كويس وجيد، هنسيبك ليك طبعا ولينا، لازم يكون زي ما حضرتك قلت ان هو يكون عرض مناسب. صراحه وكابتن محمود خطيب فتح معاك. وانا عايز اقول لك صح يا كابتن، عايز اقول لك على حاجه ثانيه. وافق ده ما حصلش، ما كانتش رغبته بس قال تكريما ليه. مظبوط، ده ما حصلش مع اي لعيب تاني يا كابتن غير محمد الشناوي. اللي حصل ايه؟ ان لما محمد الشناوي اتكلم مع اداره النادي الاهلي ان هو عنده عروض وان هو حابب، قال له مفيش اي مشكله خالص، احنا واعدينك قبل كده وعد واحنا قد الوعد ده وهنقنع كولر، مفيش اي مشكله. بس الوعد ده بقى اللي انا كنت هتكلم فيه، هو ليه الموضوع فيه مشكله؟ بس بقول لك كولر ما انا اقول لك ايوه كان رافض صح. المشكله في ايه يا كابتن؟ لازم نفرق بين العروض الشفهيه والعروض الرسميه. انا النهارده كوكيل وكلاء كتير جدا وجم قالوا لي انا وقالوا للشناوي اكيد وقالوا لناس كتير يا شناوي انت النادي الفلاني عايزك، النادي الاعلاني عايزك، ده هيديك 3 مليون دولار 4 مليون دولار. الاهلي ما عندوش الكلام ده. الورقه فين؟ جات لنا ورقه ولا ما جاتلناش؟ يا شناوي احنا موافقين على رحيلك تمام، بشرط ان يجي لنا عرض على الترابيزه، عرض محترم. وادوا زي ما قلت يا كابتن فعلا مهله لمحمد شناوي ان العرض ده يجي. العرض ده ما جاش، والشناوي في الاخر قال يا جماعه انا، وبرده حاجه برده تحسب للشناوي ان الراجل قال انا لو عايز امشي هلاقي عروض كتير، ولكن انا بدال ما فيش حاجه جات لي على مستوى عالي والنادي عايزني، انا برضو حابب ان انا اكمل في النادي. وحيد حامد الله يرحمه مبسوط قوي في قبره منكم والله على كميه المسلسلات اللي انتوا عاملينها دي. اصل الشناوي متخانق عشان تجديد عقده، اصل امام عاشور اتخانق مع الشناوي. هو كل نسيبه لازم يكون فيها الشناوي انا مستغرب. انا المفروض انا لما بتعاقد مع اللعيبه يبقى في طريقه مختلفه. يعني انت طالع ثالث دوري وتتغلب من جيبوتي وبتاع وجاي تقول لي فلوسك ايه؟ ده حقه. لا مش حقه. لا يا فندم مش حقه. ازاي مش حقه؟ ليه مش حقه؟ لا انت مش شغال موظف. لا الكلام دوت. لا ده مرتبه. لا الكلام ده اما يشتغل في وزاره الري ولا لا يا كابتن ما انت لما يحصل لحظه واحده بس. لا ما طب ما انت بتسالني وانا عايز اجاوب. بس انت بتقول لي حقه. لازم العقد يبقى مرتبط بالنتائج. انت بتلعب في اهلي. انت مش عامله مرتبط بالنتائج. لا ما انا بقول المفروض يبقى انت دلوقتي يبقى لوم نفسك، تاخد بطوله في السنه. لا يبقى تلوم نفسك وتلعب. ما انا بقول اهو، ما انا بقول كم اللي يجب ان يكون يلعب يعني. لازم يلعب، يبقى يشارك فوق ال 70% من المباريات. لازم ان هو يبقى في بطوله في السنه على الاقل. ان انت ما عملتش حاجه في الدنيا خالص وعايز تاخد لي 20 مليون في السنه، ده في عرف مين ده ان شاء الله؟ لو انت مش عامل الحاجات دي في العقد. ما انا بقول لك، هو انا ما بقولش ان ده غلط، اللي اتعمل ده غلط. انت قدامك اي عقد جديد لازم يرتبط بالنتائج. تقول لي بقى اصل قانوني مش قانوني، خصوصا في الانديه الكبيره. يعني انت جاي في الزمالك دلوقتي مفيش دوري، مفيش كاس، مفيش دوره صيفيه، كونفدراليه، وتتغلب وجاي فلوس ايه يا جماعه؟ انا ما بقولكش ان ما تاخدش فلوس، بس يبقى تاخد بقى الحد الادنى، يبقى في حد ادنى والكلام ده. لكن ما تجيش انت عندك 20 مليون تاخد لي 20 مليون باي حق. صدق بالله لعيبه الزمالك دي المفروض تلعب بلقمتها. قال لك بيلعبوا في الزمالك، ده انا ما اخدهمش بقى نروح نجيب عيش. مضحكين قوي. ان في كدمه خفيفه جدا، عشان الكلام يبقى واضح، عشان الناس ممكن تقول لك الحق ده مين اللي عنده كدمه خفيفه جدا في وجه القدم؟ امام عاشور نجم النادي الاهلي الجديد تعرض لكدمه خفيفه في الماتش بالتحديد الشوط الثاني، الكره اللي وقع فيها والحكم ما حسبهاش فيها وهي فاول، فعنده كدمه خفيفه جدا جدا في وجه القدم. بكره هيبقى فيه يعني اطلاع على يعني مدى صعوبة الموقف بالنسبة لإمام عاشور، بس أنا بقول لك الموضوع بسيط، واللاعب بنسبة 99% بإذن الله واحد أحد سليم، ده الأهم، وهيكون موجود في مباراة المصري. بس بكرة هيتحسم الموقف بشكل نهائي في أول مرة للأهلي عقب العودة من رحلة السعودية. فده بخصوص كمان موقف امام عاشور، لعيب مهم قوي، لعيب كبير، عمل مباراه جيده بما انها اول مباراه للنادي الاهلي او ليه مع النادي الاهلي، فده امر مهم جدا.
كدمه في مشط رجله ليه؟ متعاقدين مع حلاق ولا ايه؟ ان شاء الله امام عاشور يرجع ماتش المصري ويكسر الدنيا. شغل السرينا امام في نادينا، قال لك اصل هو وشه وحش، اصل هو مش عارف ايه. يا جماعه كفايه هد بقى، ده احسن لعيب في مصر. انا بقول انت ما تجيب لعيب، ده الطبيعي ده اللي بيحصل في العالم كله يعني. تجيب لعيب يرتبط بالنتائج بالمشاركه. ده سامسون يا راجل يا طيب ما لعبش، ما بيسافرش، ويقول لك فين فلوسك ايه يا عم؟ ده انت تسكت، ده انت تستخبى يعني. ده عايز ايه؟ عايز الفلوس وبقيه عقده وبقيه ايه يا عم؟ طب انت رايك انك سامسون بقى اللي انت مش عاجبك ده لو اشتكى الزمالك هيعمل مشكله يا فندم؟ الله، ما طبعا، ما ابو طيب ده لسه، بس هو مش اللي ده لسه في ابو طيب ده جاي. ابو طيب ده لعب ماتشين 3.5 مليون دولار لسه ده يعني تفاصيل حدوته جايه، مش عايز يعني. لا، فيلم كبير جاي، وهو لعب فين ابو طيب؟ فانت دايما اللعيبه الاجانب لازم لما بيجي تتعاقد معاه تبقى عارفه كويس قوي، عشان ده مشي هياخد حقه على دار مليم، على دار دولار وبالدولار. فلا، فانت نرجع للعيبه المصريه، اعمل يا عم، اعمل اتفاق، اعمل عقد صح، اللي عاجبه مش عاجبه. هو انت دلوقتي لو لعبت الزمالك دي قلت لهم يلا يا جماعه، هو انا اخرنا 2-3 مليون في السنه، والله ما يلعبوا فرقه في الدوري نص اللعيبه دي. والله نص اللعيبه اللي بتلعب دي ما تلعب في اي فرقه في الدوري، في النص اللي يا عم في 6 فرق اللي 7 فرق اللي فوق. يا عم بس ما تحلفش، مش نص لعيبه، ده كل لعيبه. وبعدين لا اجمد، تتعيط من اولها. ده لسه ماتش ارتا سولار. لما تلعبوا ارتا بنزين 95 هتعملوا ايه؟ ارتا حط الزمالك في ورطه. لا تبقى الفيديو ولا فيديو ولا فيلم، انت برنس البرانيس المستبرته بس تفست نسا. انت تتاكد ان بدينا لايك، ما تيجي فيديو، مشترك في القناه، اعمل الجرس في الكل، شير حلقه في كل مكان، استنونا فيديوهات كتير ضرب نار. سلام.